احنا نقدر ناكل ونعيش ونصرف، ما معيش فلوس وما عنديش سكن، اعمل ايه؟ ليه مصدر للناس مدير مكتب حضرتك؟ تقول له والله ارحمنا، اعمل ايه؟ لما تموت بقى برحم ربنا. لسه هنقعد كمان 3 سنين من النهارده. الثوره دي معموله ليه؟ أحييكم من داخل ديوان المظالم الكائن في قناة الدلتا في طنطا، وما زلنا بفضل الله الصوت العالي لكل الغلابة والمظلومين في ربوع مصر المحروسة عموما وفي إقليم الدلتا خصوصا. في ديوان المظالم ننطلق من ثوابت قانونية ودستورية أن أي مسؤول في مصر مهما على قدره جاء ليكون خادما لهذا الشعب، والمؤكد أيضا أن كل الخدمات وكل الرواتب التي تدفع هي من الضرائب التي يدفعها هذا الشعب المصري العظيم. في ديوان المظالم نسعد دائما بتلقي شكواكم سواء على بريد البرنامج أو حتى القدوم إلى مقر الديوان في قناة الدلتا في طنطا، أو حتى من خلال تشريف أصحاب المظالم إلى هنا في الديوان وعلى الهواء مباشرة. كل هذه النماذج وكل هذه الصور متاحة في ديوان المظالم. ديوان المظالم دائما يناشد أهالينا بالتواصل معنا سواء على الهواء مباشرة الآن أو من خلال فاكس البرنامج أو حتى على إيميل البرنامج ديوان المظالم @yahoo.com، وصفحة البرنامج على الفيسبوك ديوان المظالم بالدلتا. كما تعودنا في نماذج كثيرة جدا عندما يطلبنا أو يلجأ إلينا أصحاب مظلمة تحديدا المظالم الجمعية العامة ويطلبون ويبدون الرغبة في التواجد معنا على الهواء مباشرة، فإننا نرحب، لأن هذا دورنا الطبيعي بحكم أننا إعلام الشعب وفي خدمة الشعب دائما. أرحب بضيوفي المحترمين على الهواء مباشرة الآن أصحاب المظلمة الأولى والرئيسية في هذه الحلقة، وهم الأساتذة بكلية التمريض جامعة طنطا وكذلك الطلاب واتحاد الطلاب بكلية التمريض جامعة طنطا، الذين يتضررون ويتظلمون كثيرا من أن هناك إجراءات اتخذت رغم إبداء اعتراضهم عليها في مجلس الجامعة، ولكن لا مجيب ولا سميع لهم. أرحب بضيوفي المحترمين الأستاذ إبراهيم الجيار رئيس الجمعية المصرية العمومية لطلاب التمريض، الجمعية المصرية لطلاب التمريض. أهلا أستاذ إبراهيم. الأستاذ عمر زاهر ممثل اتحاد الطلاب بكلية التمريض. أهلا أستاذ عمر. الدكتورة ابتسام السيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. أهلا دكتورة ابتسام. والأستاذ محمد فؤاد ممثل الأسر الطلابية بكلية التمريض بطنطا. أهلا أستاذ محمد. أرحب بكم جميعا. هبدأ بالأستاذة الدكتورة ابتسام السيد في عرض محاور للمشكلة التي تعيشها الكلية، خصوصا بعد صدور قرار جامعة طنطا بأخذ أو نقل جزء أو دور معين من مبنى الكلية عندكم إلى كلية الطب البشري جامعة طنطا. التفاصيل يا دكتورة اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر طبعا القناة الستة وعلى رأسها ديوان المظالم بإتاحة الفرصة لنا ان احنا نيجي نبدي رأينا وصوتنا. احنا مش جايين متضررين يعني من حد او بنشتكي حد معين، بالعكس احنا ولا ضد جامعتنا ولا اي حاجة. احنا بنشكر طبعا السادة المسؤولين على ما قدموه لكلية التمريض من خدمات ومساندة ومعونة، ولكن كان لنا في الحقيقة طلب بسيط جدا. بما ان كلية التمريض تمثل إحدى كليات الجامعة 13 كلية، وهي جامعة طبعا بتسعى للحصول على الاعتماد أسوة بجميع الكليات اللي هي موجودة، كليات التمريض اللي موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية، رغم ان احنا تاريخنا طبعا معروف يعني من أكتر من 30 سنة، واحنا كلية التمريض ديت موجودة في طنطا، وكانوا معاهد التمريض الأول، وسنة 2000 صدر القرار الجمهوري بتحويل المعاهد العليا للتمريض إلى كليات التمريض. طبعا تم تخصيص أكتر من مكان لكلية عشان تكون الكلية دهيت كلية مستقلة في مبناها وتسعى طلابها العدد المتزايد فيها عام بعد عام. الأول كان التمريض النظرة ليه غير دلوقتي خالص، المجموع اللي كان بيتاخد في التمريض الأول غير، يعني احنا كنا داخلين بمجموع غير ولادي دول ما كانوا داخلين، دلوقتي ب97% وبيسعى يعني بنطلب أعداد وبيجينا أقل أو أكتر، لأن طبعا الإقبال على المهنة هي مهنة سامية نظرا لظروف العمل ومتطلبات السوق. فطبعا احنا بنسعى لاستيفاء معايير ومقاييس الجودة.
ده بيترتب عليه وجود أماكن خاصة بالخدمات التعليمية، من مدرجات، من مكتبات، من معامل، من قاعات تدريس، حاجات كتيرة جدا. عدد الطلاب يتزايد سنويا. ففوجئنا ان احنا طبعا كنا بنطلب او نسعى نحو مبنى يليق بالطلبة بتوعنا أسوة بباقي الكليات، كلية طب أسنان، كلية صيدلة، كلية جميع الكليات عندها مبنى مستقل. احنا يمثل الكلية دور في الدور الرابع في العيادة الشاملة. الدور ده هو شامل 4 مدرجات زائد 4 معامل، كل فرقة لها مدرج ومعمل. طبعا برنامج الدراسات العليا علينا عاهل او ثقل علينا، بنخصص اماكن، يعني بنتحايل على الوضع ان احنا نسعى بالعملية ونتقدم بالعملية التعليمية. فبعد ما تخصص لنا مبنى الحقوق، بعد ما اتنقلت الحقوق لمجمع في سيبربيه، هو مبنى لقناه تأنينا نحلم ان احنا ناخد المبنى ونستلمه، فوجئنا ان هو مبنى اداري فقط، يعني لا فيه مدرجات ولا قاعات تدريس ولا اي حاجة خالص، غير ان هو فعلا صالح ان هو مبنى اداري موظفين وكإدارة. طبعا تم تخصيص بعض الاوض، لان طبعا الطلبة كانوا بيسعوا وبيحلموا ان يكون لهم كلية ومبنى جديد، فقلنا هنخصص لكل فرقة قاعات، فخصصنا تقريبا برضو 8 قاعات بس مش مدرجات عشان الدراسات العليا، وان احنا نعقد فيها الامتحانات اثناء اللي هي نهاية العام او نهاية الترم، بحيث ان يشعر الطالب انه له حق في المبنى الجديد. ده هذا المبنى الجديد اللي خصص لنا من قبل اللي هو كان مكان كلية الحقوق القديمة، قال لك قصاده هيتاخد المبنى الجديد، فطبعا قلنا ما نقدرش نستغنى عن المبنى الجديد كامل، فقالوا هيتاخد منه جزء، وجزء ده جربنا في الترم الاول ان احنا نخليه، فطبعا اعاق او يعني عمل رجاله جامده جدا في العمليه التعليميه. انا كوكيله كليه لشؤون التعليم والطلاب ملتزمه ان اوفر المكان المناسب للطالب. دلوقتي الدفعه بتدخل ل 400 و480 ممكن يوصل. طبعا بدانا ناخد ذكور كمان، فبدا من 2010 بقوا بنات وذكور، يعني كفايه ان لا في كافيتيريا بتضم الطلبه ولا في اماكن يقدروا ان هم. ما فيهاش كافيتيريا؟ لا لا لا، كانتين بياخدوا، حد بيقع عليه المزاد وبيجي عشان يقدم للطالب بس حاجات اللي هي نشر، لكن لا يعني ما فيش كافيتيريا مثلا لا بين المحاضرات يعني لا يروحوا؟ لا حضرتك، هو مبنى حضرتك دور من العياده الشامله. استاذنك يا دكتوره، معانا مكالمه منين يا محمد؟ استاذ محمد من شبرقاص معانا على الهاتف. اهلا يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك احنا من قريه شبرقاص تبع مركز طنطا. اتفضل. نعم يا فندم. اقفل التلفزيون جنبك لو تكرمت واتكلم، اتفضل. حاضر حضرتك حاضر. بس بسرعه لو تكرمت. حضرتك احنا من قريه شبرقاص تبع مركز طنطا. ايه المشكله عندكم؟ المشكله عندنا حضرتك احنا يوميا الكهرباء بتقطع من ساعتين ل3 ساعات. الان؟ الكهرباء بتقطع يوميا من ساعتين ل3 ساعات. يوميا؟ يوميا، يعني هي حتى النهارده الكهرباء جايه من نص ساعه. يعني في كل يوم في الوحده المحليه بشبرقاص كلها؟ الوحده المحليه بشبرقاص كلها؟ ايوه يا فندم. قفلت التلفزيون يا استاذ محمد؟ ايوه حضرتك انا قافل التلفزيون عشان نسمع بس بعض كويس. بقول لحضرتك في الوحده المحليه كلها ولا في شبرقاص نفسها بس؟ انا بالنسبه لي انا في القريه بحالها، يعني انا عندي في القريه بحالها. طب ما تواصلتش مع المسؤولين في كهرباء الصنطه؟ حضرتك انا اتصلت ما بيردوش على حاجه، يعني انا معايا نمره المنطقه اللي هو التوزيع في الصنطه، ما بيردوش على حاجه. ما بيردوش؟ لا. حاضر يا استاذ محمد، حاضر. في حاجه ثانيه حضرتك. اتفضل يا استاذ. احنا لحد دلوقتي المقررات التموينيه بتاعت بطاقه التموين مالها؟ الزيت ما جاش. يعني بقى لنا 3 اشهر بناخد الزيت ناقص. الشهر ده ما فيش زيت خالص. لا دي مظلمه عامه. طيب حاضر يا استاذ محمد، حاضر. اشكرك. يعني اشكرك يا استاذ، اشكرك. شكرين يا فندم. ده يعني دي ملهاش علاقه بالتمريض، لكن ده مواطن، هو ده طبيعه ديوان المظالم يعني. استاذ محمد من قريه شبرقاص مركز الصنطه بيشتكي بانه الكهرباء بتقطع عندهم في البلد يوميا 3 ساعات، فهو بيشتكي من هذا الامر. بيشتكي ايضا بانه بيتصل بالرقم المتاح او حتى بيتصل بمسؤول لوحه التوزيع ما حدش بيسال فيه. عشان كده بكلم المهندس محمد عسل مدير الكهرباء في الغربيه، يا باشمهندس لو تكرمت يعني بلغ الاخوه بتوع الاعطال يعبروا الناس ويرد عليهم. يعني اقل حاجه لما المواطن الكهرباء تقطع عنده انه لما يطلب حد يقول له مثلا هتيجي بعد ساعه، هتيجي بعد ساعتين، بس حد يرد عليه، لان دي مشكله عامه وشكوى عامه.
كذلك بيقول بالنسبه للمقررات تموين الزيت بقاله 3 شهور، فلاحظت ان الدكتوره ابتسام بتهز راسها بالموافقه. هو ايه موضوع الزيت ده؟ هو كان في تأخير، يعني كان في تأخير لأن في شهر تقريبا 7 صرفوا نص الكمية، وكل ما تروح برضو تلاقي الحاجات السلع دي برضو يعني مش متوفرة قوي. يعني ما فيش مشكلة. نرجع تاني لمشكلتنا، مشكلة كلية التمريض جامعة طنطا، وإن هم بيدافعوا أو بيستغيثوا برئيس الجامعة ومسؤولين الجامعة ما تاخدوش مننا الدور اللي انتوا هتاخدوه، لأن احنا محتاجينه جدا حتى في الوقت الحالي. حتى في الوقت الحالي. عشان كده هبدأ ب لسه هبدأ بمحمد فؤاد. معلش، هو بعد ما يعني تسمح لي بس حضرتك في عجيل يعني في حاجة في عجالة ان طبعا الاماكن المخصصة 18% اللي هي مدرج واحد ده لا يمكن الاستغناء عنه ابدا. لا يمكن. اولا الطلبة الجدد، هو عندي 4 مدرجات، كل فرقة لها مدرج، فانا اودي سنة اولى فين؟ انا كمسؤول عن العملية التعليمية ما الدور ده خاص بفرقة، ده الدور خاص بالفرق ال4، ده احنا هو دور واحد، الدور الرابع حضرتك يا استاذ ده خاص بالكلية كاملا، بس كل فرقة لها مدرج ومعمل. فهم دلوقتي عايزين مني مدرج 3 خاص بسنة 3، مدرج 1 خاص بالفرقة الأولى. طب أنا جاي لي دلوقتي عدد جديد، يعني طلبة جدد، أوديهم فين؟ أحطهم فين؟ بجانب عندي تدريب صيفي دلوقتي، وعندي امتحانات اللي هي التخلفات بتاعة سنة 4 هبدأها بكرة، أولنا بكرة، أروح فين؟ يعني الخلاصة حضرتك هذا الدور ما نقدرش، هذا الدور لو اتاخد منكم لصالح كلية طب هيأثر على العملية، هيشيل العملية عندكم في هي مش لكلية طب طنطا، هي معرفش هو رايح يعني هيخصص لمين، بس الدكتور أيمن هو المسؤول عنه. تاني حاجة ان في معمل الأوسكي اللي هو صارفين عليه 1,000,000 جنيه. ايه الأوسكي ده؟ المعمل ده اللي هي الأوبجكتيف ستراكشر كلينيكال ايفالويشن، ده معمل كان مشروع متقدمين بيه عن تقويم الطلاب والامتحانات، تم فوزنا من ضمن الجامعة، يعني من ضمن كليات الجامعة فوزنا بالمشروع ده، فأخدناه وصرفنا عليه، وتم العمل لاتفاقية مع الكليات التانية انه يستغل هذا المعمل. صرفتوا عليه 1,500,000 من ميزانية. مليون ده ميزانية المشروعات. ميزانية المشروعات. طبعا، وفيه يعني استعداده من الصعب جدا ان احنا ننقله في مكان تاني، ده بجانب معمل ما اقدرش، دي فرقة 3 وطبعا هم الطلبة حاسين بالحاجة دي هتتعطل، لاني ما عنديش البديل عن المعمل ده. انا واحدة بدرس اطفال، استاذة اطفال، والعميدة نفس التخصص، ده معملنا، معمل الطالبات بتوعنا اللي هم سنة 3. اما يتاخد مني المعمل ده ادرب طالباتي فين العملية التعليمية؟ انا عارفة ان هو الحاجات دي، يعني الجامعة هي مشكورة في جلستها في 28/4 لما تقدمنا الطلب للعميدة ان ندخل مجلس كلية للاسباب دي يا دكتورة، احنا عايزين نعرض يعني طلبنا على مجلس الجامعة ارجاء، وتوافق في 28/4/2013 ارجاء النظر في ارجاء تسليم الجزء المخصص من مساحة كلية التمريض بالمبنى القديم بعد الانتهاء من تشطيب وتسليم باقي المبنى الجديد لكلية التمريض. كلنا احترمنا. هو انا عايز افهم، كلنا احترمنا. انتوا لكم مبنى جديد اللي هو كلية الحقوق، المبنى اللي بقول لحضرتك مبنى اداري، لا فيه مدرج ولا فيه معمل، باقي بقى فيه جزء منه ما سلمناهوش، ده واخداه الجامعه تبع رعايه الشباب، ده الدكتور يعني وعدونا بيه ان هو هيتم تجهيزه لنا كمدرجات للطلبه. اذا في الحاله دي ممكن نعوض الجزء اللي هيتاخد مننا. احنا تعوض المدرجات ولا المعمل ما زال انتم متمسكين بيه؟ احنا حضرتك قلنا بقى هيتعمل مدرجات، هي تقسيمه الكليه ما تنفعش، لان يكون دخول علينا من مكان تاني سوا مرضى سوا كليه لنا تتعمل مكاتب، يبقى في اهدار العمليه التعليميه مش هتنفع. انا ما طيب يا دكتوره، طيب فدلوقتي احنا شكرنا الجامعه حضرتك في قرارها ان هي تم ارجاء تسليم الجزء، وعملنا نشره على موقع الكليه، وكلنا من اساتذه واعضاء التدريس وطلبه واداريين يعني قدرنا هذا العمل الجميل من رئيس الجامعه واعضاء اللي هو المجلس. فدلوقتي طلب مننا تاني بضروره تسليمه قبل 1/9، فاحنا تقدمنا بعد ما شكرنا ونشرنا، فتقدمنا في المجلس اللي هو يوم 18/8 حضرتك، والممتد ده مجلس الكليه في 20 بعودة الموضوع مرة تانية رئيس الجامعة، بنطلب فيه تاني تأجيل هذا الموضوع. تمام. فدلوقتي جه ان هو لازم يسلم بكره، فما ينفعش. اما الدكتوره رحمه طبعا كعميده كلمتني كون ان انا من طنطا هنا ان انا لازم اجي واتحجز. طيب يا دكتوره هناخد بس اتصال من احمد من الشرقيه وبعد كده نكمل كلامنا.
اهلا يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ شاطر. مساء الخير يا عم الحاج، ازيك؟ حضرتك طيب يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك؟ ما اتصلتش حضرتك ازاي؟ مساء حضرتك طيب يا فندم. معلش بقى مشغولين في احداث مصر. يا فندم مساء حضرتك طيب يا فندم. كان دايما لك شكوى من الميه ومن حاجات تانية. اتظبطت الوقت يا فندم. ايه؟ ظبطوها الميه، ظبطوا الميه دلوقتي. اتظبطت؟ طب الحمد لله. بالنسبه لميه الشرب بقى يا فندم. الايه؟ ميه الشرب. ميه الشرب؟ نعم. يعني احنا خلصنا من ميه الزراعه دخلنا على ميه الشرب. بقالنا شهرين. ايه مشكلتها دلوقتي؟ بقالنا شهرين. مشكلتها ايه يا حاج احمد؟ مفيش ميه خالص بقالنا شهرين. ميه الشرب بتاعت البني ادمين ولا بتاع الاراضي؟ بتاعتكم؟ يعني ايه من شهرين من غير ميه؟ مقطوعه خالص. الايه؟ مقطوعه. مقطوعه؟ هو انتوا قريه ولا عزبه ولا ايه نظام؟ قريه جزيره عليوه مركز اثريه. تاني قول الاسم بالراحه كده. جزيره عليوه. جزيره عليوه. طب انتوا واخدين ميه منين؟ جاي لكم مواسير ميه من انهي اتجاه؟ من فاقوس يا فندم. من فاقوس؟ نعم. الميه مقطوعه في المواسير اللي جايه لكم دي. عملوا محطه بقى عايز فلوس من الناس. طب ايه سبب القطع يا حاج احمد؟ عملوا محاولات. المحاولات بتاع المحطه؟ عامل. ماله؟ عايز فلوس من الناس من عليوه وجزيره عليوه. عايز فلوس من الناس هيقطع عنهم الميه؟ الله الله، هو ده ملوش رئيس ولا مدير؟ ملوش رئيس ولا مدير الاخ العامل ده؟ المركز ما حدش عبرني. هنقول كفر عليوه؟ جزيره عليوه. جزيره عليوه. مركز الحسينيه. جزيره عليوه. مركز الحسينيه. مركز الحسينيه. شرقيه. نعم يا فندم. محطه الميه اللي جايه من فاقوس. ايوه يا فندم. العامل يا يفرض عليك قطاوه فلوس يا يقطع الميه. والله كويس خالص. من زمان. كويس خالص الكلام. حتى مهندس الري الاخر بكل مكان هو المحافظ بتاعك اسمه ايه دلوقتي يا حاج احمد؟ والله ما احنا عارفين لسه ما نزلش خالص. والله ما احنا عارفينه. حد يعرف محافظ الشرقيه اسمه ايه يا جماعه؟ بعد ما اتغيروا. نعم. شكرا. شكرا يا حاج احمد. اسف لحضرتك، كل سنه حضرتك طيب يا فندم. تحياتي لحضرتك كتير. كل سنه وانت طيب يا حاج احمد. شكرا جدا جدا يا فندم. تحياتي لحضرتك. انا بس والنبي يا محمد خلي ايمن يشوف لي اسم السيد محافظ الشرقيه مين عشان نخاطبه نناشده على الهوا. العامل اللي بيتحكم في ارواح الناس عشان ما بيدفعلوش فلوس ده على حد قول الحاج احمد من كفر عليوه. شوفوا لي السيد محافظ الشرقيه اسمه ايه عشان نناشده. فاصل ونتواصل معكم في ديوان المظالم، انتظروا. أهلا بكم من جديد. وأضع هذه المشكلة الخاصة بكفر عليوه ومركز الحسينية شرقية أمام السيد الفاضل المحترم محافظ الشرقية أو السكرتير العام لمحافظة الشرقية أو أي مسؤول محترم من محافظة الشرقية. العامل اللي مسؤول عن محطة المياه مياه الشرب اللي بتغذي كفر عليوه مبهدل الناس بقاله شهرين. هذا كلام الحاج أحمد من كفر عليوه اللي لسه كان معانا على الهوا دلوقتي. يا إما يدوله فلوس يطلب فلوس يا اما يقطع الميه. فارجو من الساده المسؤولين يشوفوا حل لاهالينا في كفر عليوه مركز او جزيره عليوه. جزيره عليوه مركز الحسينيه محافظه الشرقيه. جزيره عليوه مركز الحسينيه محافظه الشرقيه. العامل بيقفل الميه بمزاجه عن الناس الغلابه دي. نرجع تاني لكليه التمريض ومشكلتها في انه هيتاخد منها مكان هيأثر على العمليه التعليميه وعلى المعامل وعلى حاجات كتير. ونسمع كلام إبراهيم الجيار رئيس الجمعية المصرية لطلاب التمريض. كطلاب يا إبراهيم إيه الضرر اللي هيقع عليكم غير اللي أبدته الدكتورة ابتسام من مشاكل علمية وإدارية واستقبال طلاب جدد وهكذا؟ إيه المشاكل اللي هتقع عليكم كطلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهم حاجة كطلاب الطلاب عندنا بيحبوا يمارسوا بعض الأنشطة الطلابية. وده اساسي تمام، زي مثلا نشاط الجمعيه المصريه لجمعيه طلاب التمريض، نشاط اتحاد الطلاب، بعض الاسر الطلابيه. بعض الطلاب بتحب تمارس، عندها هوايات تحب تدخل في هوايات. الانشطه دي لها اماكن ولا مع نفسهم كده؟ فجاي دلوقتي
السيد الاستاذ الدكتوره رحمه سليمان خصصت لنا بعض الاماكن اللي نقيم فيها الانشطه الطلابيه ديت، مكان للاسر الطلابيه، مكان لاتحاد الطلاب، مكان للجمعيه المصريه لطلاب التمريض. بعد ما جه الطلب بان هو اخذ جزء 18% من مبنى كليه التمريض، وهو الدور الواحد اللي احنا ما عندناش غيره اصلا، تمام؟ فجزء من ال 18% دوت هو اماكن الانشطه الطلابيه دي. طيب احنا اصلا ما عندناش بديل غير ليها، يعني حتى لو هنرجع مثلا للمبنى الجديد، المبنى الجديد مبنى اداري بنسبه 100%، ما فيش حتى فيه اوضه فاضيه. طيب لما ناخد منه حتى يعني مش هناخد، ما فيش مكان، ما فيش بديل، هنقعد في الشارع، هنقعد في الطرق عشان نعمل نشاط طلابي، تمام؟ طب على اي اساس يطلب حاجه زي دي؟ يطلبها ليه؟ يعني باي صفه؟ تمام؟ فالجزء الاساسي يعني جزء من اعتماد كليات التمريض على مستوى مصر، مش بس كليات التمريض، على اي كليه في مصر، جزء من اعتمادها، جزء حصولها على الجوده، النشاط الطلابي. طب معنى ان مفيش كليه، ان يكون في كليه مفيش فيها نشاط طلابي، طب على اي اساس؟ بالاضافه لو جينا نقارن دوت بالكليه الراغبه في الحصول على مبنى كليه تمريض جامعه طنطا، نشوف عندهم كم عدد الاسر، كم عدد الانشطه الطلابيه، كم المبالغ المهوله اللي بتحصل عليها الكليه، حجم المبنى بتاعهم، حجم المبنى بتاعهم. طيب ليه؟ ايه الفكره من النظر للمبنى بتاعنا؟ ايه الفكره من النظر للدور ده؟ طب على اي اساس اساسا؟ تمام؟ طيب لو هنيجي نبص مثلا للمدرج اللي الدكتوره ابتسام اتكلمت عنه، طب على اي اساس برضه؟ طب احنا عندنا كمان مجمع كنترولات تم تجهيزه بالتعاون مع مركز الخدمه العامه وبالاضافه لمبالغ من الكليه. طيب مجمع الكنترولات ده ليه اتاخد؟ ما هو ده جزء من ال 18% اللي هو عايز ياخدهم، تمام؟ طب ليه ياخدهم؟ تمام؟ طيب احنا عندنا كمان حجره البوابه الالكترونيه، الطلبه تستفيد بيها، بمعنى ايه؟ مثلا طالب ما عندوش نت في البيت، ما عندوش كمبيوتر اصلا، ماشي، ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر، وبعدين اصل ده ضروره للشغل نفسه، يعني هو النت ده اصبح كده زي القلم اللي في جيبنا، وسيله اساسيه في الحياه. يعني مش مساله ان هو عنده او ما عندوش، هو اي مكان في مصر حتى لو لازم يبقى فيه. عندنا مثلا طلبه الفرقه الثانيه والثالثه والرابعه بينطلب منهم ابحاث، بينطلب منهم حاجات لازم تقدم فوري، فطبعا الوسيله الوحيده لاستخدام النت في الكليه هو المكان حجره البوابه الالكترونيات الموجوده في الكليه. طيب لما تتاخد دي كمان هنقعد فين بقى؟ هنستخدم النت منين؟ بلاش كافيتيريا بس بالاضافه يعني بعيدا بقى عن الكلام الكافيتريات والكلام ده، بعيدا عن الكلام ده خلينا في الاساسيات اللي هي ضلع، يعني حاجه تضلع الكليه لو ما اتوجدتش. طيب الاستاذ عمر زاهر ممثل اتحاد الطلاب بكليه التمريض، هذا القرار صداه ايه عند اتحاد الطلاب وعند الطلاب، وانتوا همزه الوصل دايما بين زملائكم الطلاب وبين اداره الكليه؟ صدى هذا القرار عند الطلاب ايه في الكليه؟ هو انا في الاول اكمالا لما ذكره زميلي والدكتوره ابتسام، تم ابلاغنا من اداره الكليه ان موضوع تسليم المبنى ده موضوع اداري بحت، ان اداره الجامعه بتقول لنا ان موضوع تسليم المبنى ده موضوع اداري بحت، الطلبه ما لهمش دعوه بيه، يعني الطلبه ما لهمش دعوه، في حين اننا اللائحه الطلابيه اللي بتحكم عمل الاتحاد بتنص على ان الاتحاد يمثل الطلاب في كافه القرارات والسياسات المتعلقه بهم. تمام. مجلس اتحاد الطلاب اصدر بتاريخ 6/7 بيان بيدين فيه تسليم مبنى كليه التمريض. مبنى الاتحاد بتاعكم ده اتحادنا اصدر هذا البيان، اصدرته بيان، اصدر بيان في 6/7، يعني هو في ظل يعني دي ممارسه ديمقراطيه، بيان نعم. ده بنعترض لكذا 1 2 3 4 تمام. يعني قلتوا ايه في البيان؟ ان البيان زي ما ذكرت الدكتوره ابتسام ان المبنى ده مبنى دراسي، وان تسليم هذا المبنى او جزء منه يعطل العمليه التعليميه، واللي هي المفترض ان اداره الجامعه بتعمل لمصلحه جميع كليات المجمع الطبي، بمعنى انه لا يتم اتخاذ اي قرار الا بالنظر لعواقبه ومساوئه او محاسنه بالنسبه للكليه دي او للكليه دي. برضو احنا حضرتك احنا بقالنا 30 سنه بنسعى للحصول على الجوده للكليه. احنا بداتوا فيها الاعتماد مقدمين فيها. حضرتك تسليم المبنى ده بيأخر حصول الكليه على الجوده، من ناحيه ان الجوده بتتطلب ان المدرجات والمعامل بتتناسب مع عدد الطلبه، تقليل عدد الطلبه لما نشتغل على الساعات المعتمده، ده بيتطلب ان عدد الطلبه يكون قليل ويكون لكل واحد دكتور. احنا حضرتك مثلا في العملي، احنا بناخد في العملي في المدرج الواحد بيبقى فيه 3 جروبات، 3 جروبز في المعمل الواحد، كل جروب عندنا 20 او 30، يعني عندنا مثلا 20 جروب 30 عشان نكفي، عشان عندنا 4 مدرجات بس، بنضطر ان وفي ساعتها احنا في الجروب يعني ما تعليش صوتك يا فلان احنا قاعدين هنا فده الاماكن قاعده جنب بعضها ما احنا نعمل ايه؟ ما عندناش كل 3 بنجات في جروب، كل 3 بنجات في جروب، كل واحد 30 او فوق ال 20، فبيأثر لان ما عندناش اماكن.
وبالتالي طبعا الاستاذ اللي بيتكلم مش هيقدر يستخدم وسيله مكبر صوت، مفيش لا يعني يقعد هيزعج يعني يتحدث كده بالفم مع وحضرتك كان جات لنا لجنه، كان استاذ محمد فؤاد كان بيتكلم مع عميد كليه الطب، قال له بالحرف الواحد يا ابني ده المبنى ده تبع كليه الطب واحنا كنا مأجرينه لكليه التمريض، واحنا دلوقتي جايين ناخد المبنى. طب هل ده يعقل؟ يعني انا كطالب كليه التمريض انا احس بالاهانه والاحتقار. يعني احنا داخلين في بجميعنا كليه التمريض السنه دي ب 95%، 97% زمايلنا جايين 97%. نعم. يعني من ابسط الحقوق ان يكون عندنا مبنى. احنا ما بنطلبش، يعني زي ما اتكلمنا، ما بنطلبش لا كافيتيريا ولا بنطلب لا رفاهيات ولا اي حاجه. عايزين عمليه تعليميه. حضرتك الاتحاد واخد الغرفه بتاعته دي من تقريبا من 2-3 والاسر الطلابيه كنا ما كانش في مكان نجتمع فيه نعمل فيه انشطه. هتتاخد منكم تاني. هتتاخد مننا ضمن الخريطه بعد يعني معاناه وبعد يا عيني تعبوا فعلا على ما تخصص لهم المكان ده. طيب لكن اصدرتوا بيان وخاطبتوا فيه السيد رئيس الجامعه مش كده؟ على عميده الكليه وعميده الكليه المخبى على عميده الكليه وعرضته على مجلس اداره الكليه. الجامعه. ايوه. طيب الاستاذ محمد فؤاد ممثل الاسر الطلابيه، في كم اسره في الكليه وهتعملوا ايه؟ احنا مبدئيا عندنا 5 اسر في الكليه. نعم. 5 اسر طلابيه، طبعا عدد قليل بس على حسب امكانيات الكليه بتاعتنا وعلى حسب المساحه بتاعتنا. بنحاول ان احنا يعني نحد من الانشطه بتاعتنا عشان برضو ايه ما نعملش اي ازعاج لاي عمليه تعليميه تانية. عندنا 5 اسر لحد من 2 سنين لحد الان ما كانش في اي مقر لاي اسره من 5. يعني انا كمقرر لاسره في الكليه ما كنتش لاقي مكان للاسره بتاعتي. كنت انا بقالي 2 سنين شغال، مفيش مكان يعني امارس فيه العمل بتاعي. فكانت حتى الانشطه الطلابيه في الكليه محدوده، ما كانش فيه مجال ان انا اشتغل بحريه شويه. بعيدا عن موضوع الاسر برضو. طيب هستأذنك يا محمد، هنكمل كلام معاك، لكن معنا على الهاتف الان الاستاذ الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعه طنطا لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. سعاده النائب اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. دكتور محمد، معي اساتذه من كليه التمريض وطلاب يعني بيتضرروا بيستغيثوا بيلتمسوا من اداره الجامعه ومن حضرتك بصفتك مسؤول عن هذا الملف ان هم اخذ دور منهم او جزء من دور في المبنى بتاعهم القديم هيضر الكليه كتير، سواء نشاط طلابي سواء نشاط معمل سواء نشاط دراسي، حاجات كتيره جدا، لا سيما وانه الاعداد بتزيد، عدد اللي بيتم قبولهم بيزيد. فحضرتك عرفت من رئيس الجامعه ان سيادتك كنت مسؤول عن هذا الملف، بما تعاقب حضرتك وهتحلوا مع بعض ازاي يعني؟ هو بداية احنا في الجامعه ما بنشتغلش من خلال افراد، ولكن بنشتغل من خلال مؤسسه. نعم. فكليه التمريض كانت واخده دور في مستشفى او العياده الشامله في كليه الطب. وتم تشطيب مبنى لها اللي هو حقوق القديمه بالكامل عشان نستبدل هذا الدور او كليه الطب تستفاد من هذا الدور او جزء منه، لان هو ما يصلحش لكليه التمريض. فاحنا عملنا مبنى كامل لكليه التمريض، بالاضافه ان كان في جزء من المبنى بتشغله رعايه الشباب اخذناه وحاليا تحت التشطيب. هيبقى في 3 مدرجات لكليه التمريض، بالاضافه ان هو تم نقل غرف العميد والوكلاء والاساتذه وتم كمان في عمل غرف سيمينار وغرف الجوده والمكتبه والشؤون الاداريه كلها بتاعه الكليه. فاحنا الموضوع احنا عايزين نحسن الاداء في كليه التمريض، مش نقلل الاداء. كل الكليات عندنا سياسيه. نجاح الكليه من نجاح الاداره، فاحنا بنحاول نعمل للكليه شيء، ومع كده ما اخذناش الدور اللي هي موجوده في الكليه منذ فتره،
ولكن في 18% فقط من هذا الدور كلية طب هتشغل فيه أشياء أو حاجات لها إن شاء الله. دي مش كفيفة 6 أدوار. طيب بعد إذنك يا سعادة النائب، معانا أستاذة الدكتورة ابتسام يعني هتتكلم مع حضرتك على أساس أيضا إحنا هدفنا في ديوان المظالم إن إحنا نقرب وجهات النظر لصالح جامعتنا كلنا، وإن كل حد يبقى مرتاح. يعني اتفضلي يا دكتورة ابتسام، اتكلمي مع الدكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ معلش أنا في الحقيقة يعني أنا كلفت، يعني تم تكليفي من قبل الدكتورة رحمة على أساس إن أنا هنا من طنطا إن آجي، وكان محجوز المكان وكده. هو طلبنا، احنا عارفين طبعا حضرتك قد إيه إن أنتوا سبورتد لنا جدا ومساندنا، وقد إيه المساعدات والخدمات اللي بتقدموها لنا. في بس هو في مجلس الجامعة حضرتك بتاع اللي هو 28/4/2013 تم إرجاء الموضوع ده وعدم تسليمه. احنا حضرتك يعني قراركم ده كان فرحنا جدا جدا، لان قلنا على ما ينتهي الجزء الخاص من باقي من كلية الحقوق ويسلم لنا، لان هيبقى في صورة مدرجات او في صورة قاعات دروس يعني. فعلشان كده حضرتك كنا بس بنلتمس من حضرتك ان فعلا، لان داخل علينا دراسة في الحقيقة انت عارف 4 مدرجات ل4 فرق. المعمل اللي هيتاخد يا دكتور محمد ده خاص في سنة 3 للتخصص بتاعي اللي هو تمريض اطفال. هروح ادرب طالباتي فين؟ فالله يكرمك يا دكتور محمد، يعني تخلوا الموضوع ماشي لحد بس ما ممكن خلصت حضرتك؟ اتفضل حضرتك. يعني هو كل طلب يا حضرتك ارجاء هذا الموضوع. بعد اذنك هو في جزئيتين. نعم. الجزئيه الاولانيه ان اي شيء خاص بالجامعه بيتناقش جوه مجلس الجامعه. نعم. وليس على الملأ. ايوه. لان ده احنا ما نتظلمش من بعض. مجلس الجامعه لما كلفني اعمل دراسه احتياجات كليه التمريض ايه وهي عايزه ايه ثاني. نعم. في المبنى الجديد. نعم. عملنا لجنه من عميد كليه الطب وعميد كليه التمريض والاداره الهندسيه بالجامعه. نعم. وتم عمل مقترح وافقت عليه عميده الكليه بنفسها ان ان هي هتاخد الدور زي ما هو. نعم. زائد المبنى اللي عملناه لكليه التمريض، ولكن هيتاخد بس 18% لكليه الطب. تنزلت كليه الطب عن ان هي تبقى 50% و50%. والحاجات دي كلها اتناقشت في اللجنه واتناقشت في مجلس الجامعه، واتخذ القرار بتاع مجلس الجامعه يكاد يكون بالاجماع. نعم. لان احنا ما خدناش حتى القرار الا لما وافقت الدكتوره رحمه عميده كليه التمريض. امال بناء اي مشاكل لجامعه طنطا بتتناقش من خلال مجالس وليس من خلال افراد. نعم. يعني حتى المقترح اللي انا قدمته، انا ما قدمتش مقترح واحد، انا كنت مقدم 3 مقترحات اختار منهم مجلس الجامعه احد هذه الاقتراحات. لان انا عارف ان القرارات بتتاخد عندنا في اداره الجامعه ليس من رئيس الجامعه لوحده ولا من النواب لوحدهم ولا من اي عميد لوحده، ولكن قرار جماعي وبنلتزم فيه كلنا. ما قرار مجلس يا فندم. عميده الكليه وافقت على هذا المقترح. يا ريت تدخل هي. طب بناء على اي اساس؟ طيب دكتور محمد، يعني انا لاحظت من كلام الدكتوره ابتسام انها يعني حتى عايزه ارجاء هذا التسليم اللي هو المفترض يكون غدا لحد ما احنا واخدين المقترح ده يا استاذنا الفاضل. احنا واخدين المقترح ده من فتره فاتت، من 5 أشهر فاتوا، وقلنا في شهر 9 عقبال ما الامتحانات تخلص والكنترولات وكل شيء ومع بدايه الدراسه الجديده. طب بناء على اي اساس يا دكتوره رحمه؟ طب ممكن تدخل الدكتوره رحمه؟ نشكرك سعاده النائب على هذا التوضيح. اشكرك الاستاذ الدكتور محمد ضبعون، نائب رئيس جامعه طنطا لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والمسؤول عن ملف كليه التمريض من قبل مجلس الجامعه. الدكتوره رحمه بتقول محمد مين يا محمد؟ محمد مين اللي معانا؟ هو زعلان ان احنا الدكتوره رحمه. طيب حاولوا معاها. طيب يبقى دلوقتي النائب رئيس الجامعه اتكلم وقال في تعقيب سريع يا محمد يا ابراهيم. اولا هو قال العميده وافقت على حاجه زي دي. تمام.
اولا المبنى اللي احنا بنتكلم عنه ده، العميده اصلا ولا احد الاداريين، مع احترامي للعميده ومع احترامي للاداريين ومع احترامي للوكلاء مع احترامي للجميع، ما بيحضرش في حد من الاداريين كلهم، اللي بيحضر فيه الطلاب. يعني اللي هيتظلم في الموضوع ده هو الطلاب لو سمحت. طب هو يا دكتوره ابتسام، الدكتور محمد قال في بدائل ايه يعني دلوقتي؟ بدائل، هو بيقول المبنى كامل. انا بقول لحضرتك احنا طلبنا ارجاؤه لحين استكمال المبنى الجديد. المبنى الجديد الشغل اللي هو في ما انا ما اعرفش ازاي بقى في المبنى المكان في المبنى الجديد اللي هو جنب الحقوق مبنى اداري. ده لسه هو ما اعرفش هينتهي امتى، ده لسه ما بداوش فيه يعني. هو دلوقتي مشغول. هو المكان الوحيد اللي يخص تمريض فيه مدرجات هو الدور اللي احنا بنتكلم عنه ده. بس هم يجهزوا تاني يا ابراهيم. لما يجهزوه قبل الدراسه. لا قبل الدراسه لا، احنا قلنا يفضل معانا هذا المبنى لحين استكمال. امتى الله اعلم. نخرج من هنا ندخل هنا يبقى يعني الموضوع محلول. يعني لو خلينا الخميس يبقى الطلبه عارفين بس خلاص كده. فدلوقتي فوجئنا ان لازم يستلم قبل 1/9، فقلنا لها مش هينفع يا دكتوره في المجلس. حضرتك دلوقتي المفترض نتابع مع الدكتور ضبعون واداره الجامعه هل المدرجات اللي بيجهزوها لكم في مبنى رعايه الطلاب اللي جنب الحقوق ايوه هيلحق ينتهي قبل الدراسه؟ لا مش الدراسه احنا خلاص يوم 21/9 يعني ما احنا لسه قدامنا. لا 21 ده لسه ما بداوش. وهو ارجاء يوم ما المبنى دوت يجهز بس يوم ما الطلبه هيسيبوا المكان ويمشوا لوحدهم من غير اي كلام. ما احنا حضرتك احنا شكرناه يعني حتى بعيدا برضو عن العميده وان قرار رسمي نازل منين او الكلام ده، الطلبه مش هتسيب المكان. عموما كده احنا قدرنا نقرب وجهات النظر ما بينكم، وقدرنا دلوقتي ان احنا في جزئيه ان انتوا دلوقتي ان شاء الله بنطالب الجامعه بسرعه انجاز المدرجات الجديده في مبنى رعايه الطلاب، وهم ما عندهمش مانع طالما في بديل ولن تهتز او تتاثر الموضوع. انا عندي تعليق صغير بس معلش، عشان معانا مظلمه ثانيه بعد اذنك. مظلمه والمفترض الدكتوره رحمه هتعمل مداخله برضو للتعقيب. فعايز اشكر حضراتكم شكر جزيل الاستاذ ابراهيم الجيار رئيس الجمعيه المصريه لطلاب تمريض، والاستاذ عمر زاهر ممثل اتحاد طلاب بكليه التمريض، والدكتوره ابتسام السيد وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، والاستاذ محمد فؤاد. اشكركم شكر جزيل، وان شاء الله الديوان مفتوح لكم في اي وقت وفي متابعه سواء منكم او من جامعه طنطا من اجل الصلاح العام. متواصلين معكم في ديوان المظالم. بعد كده ان شاء الله في مظلمه لولي امر ومعاه ابنه للظروف، كان في مشاكل على الطريق وما قدرش يوصل لامتحانه في الازهر في سمنود، فحصل مشكله. فهنتابع هذه المظلمه بعد الفاصل ان شاء الله. انتظرونا. اتفضل.